السلام عليكم اخواتي، كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. هنا غادي نشارك معكم مسمن بالشحمه، كيجي زوين. كنتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم. نشارك معكم هنايا المقادير. هنا عندي 2 بصلات مطحونين في الهاشوار، عندي فلفله حمراء وفلفله خضراء مطحونين في الهاشوار مع فلفله حاره، وعندي تما الشحمه، عندي التحميره، وعندي شويه الخرقوم والملحه وشويه ديال السودانيه والزعتر. غناخدو هنايا البصله، الفلافل معاهم فلفله حاره، الشحمه حتى هي طحنتها في الهاشوار، الشحمه ديال الكلوه، وغادي نديرو داك الملحه والخرقوم والتحميره وشويه ديال السودانيه والزعتر، وغادي نعجنو هذاك الخليط. ماشي تخلطوه بيديكم، حاولوا تعجنوه باش ديك الشحمه والفلافل يندمجوا مع بعضياتهم مع العطريه. انا هادشي كله دوزته في الهاشوار. اللي ما عندوش الهاشوار يمكن ليه يقطع هادشي بالقطعه ديال الربيع، حتى هي كتقطع فحال هكا. وغادي نخلي هادشي يتسخطر حيت هذاك الفلفله والبصله كيطلقوا الماء، حنا ما بغيناهمش يطلقوا لينا الماء في المسمن. انا خديت زلافه ديال الفينو الرطب وجوج زلايف ديال الفورص، ماشي سميده، الفينو الرطب يعني داك اللي يدير فحال الفورص، مطحون فحال الفورص. انا خديت الملحه ودرت واحد شويه ديال السكر، وغادي نعجن بالماء دافي، ما يكونش دافي بزاف وما يكونش بارد بزاف. هنا غادي غير نجمع العجينه، وغادي ما غندلكاش بزاف، غادي نجمعها ونديرها في بلاستيكه ونخليها تقريبا واحد 20 دقيقه. تبارك الله، هذا المسمن كيجي زوين، كيجي فحال ديال المحلات. هنا درنا العجينه في البلاستيكه ترتاح، وخدينا الزيت درت فيه واحد المعلقه ديال التحميره، وغادي نخليه حتى هو باش غير داك اللون يطلق ليا في الزيت. انا ما بغيتش ديك التحميره اللي غتبقى لتحت في الزلافه، انا بغيت غير الزيت يطلق فيه شويه اللون باش غنورق به المسمن. هنايا خديت معلقه ديال الفورص ومعلقه ديال الفينو الرطب ومعلقه ديال السميد الرقيق وواحد شويه ديال الخماره ديال الحلوه في ديك الزلافه. وهنايا صفينا هذيك الخضره كيشوها تصفات. هنا العجينه ديالنا ولات عطيانا الطوع باش غادي تسهل علينا الخدمه. غادي نقطعوها كويرات. هنا كما شفتوا كناخذ الزيت كنورق به المسمن اللي درنا فيه التحمير، وكنرش واحد شويه من هذاك الخليط اللي درنا ديال الفورص والفينو، سميتو كيجي زوين. وعمرت المسمنه بالعماره، والثانيه ما غنخليها خاويه، غنرش فيها غير داك الخليط
باش يجيني مسمن زوين. كنتمنى الطريقه تكون واضحه. وبالنسبه للمسمنه الاولى ما كنقرصوهاش بزاف حتى كنرقوها، غير واحد شويه باش منين نقرصوا المسمن ما تخرجش لينا الحشوه. وكنتمنى انكم تدعموني وما تنسونيش من اللايك والاشتراك في القناه. ومرحبا بالناس الجداد اللي دخلوا عندي. نخليكم مع الفيديو، غنستمروا بنفس الطريقه. هنا درنا البوطه المقلاة سخون، وبدينا كنقرصوا في المسمن كما كيبان لكم في الصوره. كيجي زوين وساهل دغيا كيوجد، ما كنشحروا لا حشوه لا والو، كتجي طيبه. وبالنسبه لي انا ما كنكثرش فيها العطريه، كيبقى داك لوغو ديال الفلافل والبصله والشحمه، كيعطي واحد لوغو زوين. وهنا غادي نستمروا حتى نطيبوا الكميه ديالنا كلها ونرجع معاكم. هنا وصلنا للنهايه ديال الفيديو. كما كيبان لكم المسمن ديال الشحمه طاب كيجي زوين. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. كنتمنى انكم تجربوا الوصفه، وكما قلت لكم ما تنسونيش من الدعم والاشتراك واللايك. ديروا لايك للفيديو، ما تخسروا والو. اللايك غير كيطلع الفيديو كيخليه في اليوتيوب باش يشوفوه ناس اخرين. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.